انت ما عندك شغل في قرارات ابوي نهائي. مهندس، انا قلت لك ما تلعب مع ولد عمك عثمان ده. امشي يلا. قوم اقعد. يلا بيت يلا. ما اشوفك هنا. يا حمودي مالك انت قاعد هنا كده؟ والله يا مبارك قال لي ما تلعب مع معتز. تولد ابوي كان كعب؟ لا انا ما تقول كده، ابوي ما كان كعب، ابوي ربنا يرحمه كان طيب. وما معناتها يا حمودي عم مبارك وابوي مختلفين معناتها ابوي زول كعب. بس انت عارف خلافنا الزمان وكده اثر في عم مبارك. عم مبارك ما قادر ينساه. المهم بس هو برضه ما المفروض انه يدخلنا في الحوار ده، لكن انا هتكلم معاه. تمام؟ انت هسه خد جوا. بس انا ما هلعب مع معتز. لا حتلعب معاه. تمام؟ يلا خد جوا. يلا يا ولد، انا ما قلت لك اخوك معتز ده ما يلعب مع اولاد عثمان؟ قصدك حمودي؟ هاي حمودي. يا ابوي حمودي ده والله ولد ممتاز وما شفنا منه اي حاجه كعب. كعب انا يعني؟ لا انا الكعب صح؟ لا انا ابون ذاته في حياته ايدي ما سالمته وما كنت مقتنع به في حياته، انا ما سالمته. ابوي خلافاتكم مع بعض ما تربطها بينا نحن. حمودي صاحب معتز ووليد صاحبي انا، وعشان تعرف الناس زي نيتهم سمحه كيف، ما حصل مره جو قالوا لي ابوك بعاملنا معامله كعب. انا نيتي كعبه يعني؟ على العفو ابوي. شوف يا قيصر، ابوي كلامه صح. عم عثمان ده كان بيدق واحنا صغار، هو الصح في اي حاجه، في قراراته في رايه هو الصح. انت ما عندك شغل في قرارات ابوي نهائي. حتى انت برا دار تعمل حواجز بين الناس. وريه عليك الله، انت الصغير ورا اخوك الكبير اللي بقى ما واعده. شوفوها برا، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، وهنا انت غلط يا اخوي. قوم يا ولد، قوم 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 شوف لك شغله امشي اقطع. قوم يلا يلا. يا ولي يا حلمي اخبارك؟ تمام؟ مالك سارح كده ده؟ والله يا اخويا شفت عم مبارك ابو معاذ ده، اي من مشاكلهم زمان مع ابوي ربنا يرحمه، الله يرحمه ان شاء الله. وللان الزود شايل في قلبه تجاه ابوي وما قادر ينسى الخلافات. والغريب انه يا حلمي يدخلنا فيها نحن ونحن ما عندنا زري. هذا مشكلة، مثلا اعمامنا الكبار ديل مرات ما بفرزوا كمان. ان شاء الله ربنا بيهديهم. هلا ان شاء الله. هذا هذاك الغيسر ذاته جاي. يا شباب معاذ اخبار؟ ايه صح؟ اللوم اخبار شنو؟ طيبين؟ الحمد لله. ما لقى اللي بارز زي ده ما من عوايده. زعلان من ابوي صح؟ لا يا اخويا اي والله. عم مبارك ده يا اخويا في رايك الحاجه اللي عملها دي صح؟ والله يا اخي ما صح يا اخي، انت عارف انا اتكلمت معاهم واكتشفت انه ذاته البرا واقف معاه في الكلام ده. يعني حتى البرة فهمه زي فهم ابوه؟ اي والله تصدق؟ ولخبة الكيمان والله غاية الحمد لله. بس الو الو هاي عماز، يا اخي ابوي ده عنده حمى وصداع يا اخي، تعال خلينا نوديه المستشفى يا اخي. هسي قاعد اعمل لكم مكمدات انا يا اخي. خلاص تمام. يا زول الحاصل شنو مالك؟ والله ده الحاج يا اخي، الحاج ده قالوا تعب شويه. لا حول الف سلامة الله له. خلاص عين يسلمك. سلام هاك ده المفتاح حق الركشة. هاي سوق الركشة وامشي له، لان انت عارف انا لو مشيت هيمرض زيادة ما يا اخي هنا ده خلاص بعدين بعدين ما بتقصر ان شاء الله، ما بتقصر ان شاء الله. خلاص الحين بمشي مع الزول. خلاص هدي لا تسلم يلا ليه بعد. اسلم. ها وليد، والله طالع عنده ملاريا وتايفود. اسمع كلامي، رسلت لك الروشته في الواتساب عليك. الله الصيدليه جنبنا دي ما لقينا فيها الدواء، جيبه معاك انت وبعدين جايين بجا. عديل هذا حمودي يا حمودي. طب مبارك ماله؟ مبارك والله عيان شوية بس انا ماشي اجيب لهم العلاجات دي واديها لهم. يا ربنا يشفي والله. والله يا حمودي دعوتك دي براب الدنيا ان شاء الله. والله خلاص تمام، خلي بالك من نفسك. انا بمشي. يا وليد هاي سلم على المحتس. يصل. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ان شاء الله. لا عافيك. العلاج يا ولد عثمان، جابك هنا شنو؟ انت لاقينا عيان، انت قلنا انا ما اتكلم معاك يعني. ارقد ارقد يا ابوي. ارقد يا ابوي. ربنا يديك العافيه يا عم مبارك. انا معز بستاذن بعد دقيقه يا وليد، الدواء ده ابوي جابه لك وليد، والركشه المتينه بقى المستشفى دي حقت وليد، وبعد ده كله نجازيه بالكلام ده. شوف يا عم مبارك، الخلاف اللي بينك وبين ابوي انا عمري كله ما ربطته بعلاقتنا. في النهايه نحن جيران
ابوي في وسيطته بقول لي خلي بالك من جيرانك وما تزعل عمك مبارك، حتى لو كان بيننا خلاف نقول له العفو والعافيه. ومن اليوم ذاك انا ما قادر اوريه بواسطه، لانه انت ما بدينا طريق، حتى السلام ما عايز ترد لي. هكلمك كيف؟ عم مبارك الدنيا دي محتاجه التسامح، ما معروف الحيمشي اول منه. في النهايه ناس معز ديل اخواني حبوه زمان كان بتقول لنا شنو؟ جارك القريب ولا ود امك البعيد. معز لو في حاجه اتصل علي. ما بتقصر يا عادل. السلام عليكم. تسلم. معتز حمود اخوي بيسلم عليك. الله يسلمك. تسلم. كثير من الخلافات في مجتمعنا، كثير اللي بيربطوها بأبنائهم، وكثير اللي بيفرض عليهم إنهم يعاملون بنفس التعامل. الخلافات دائما خلوها مصدر وحدة، وأنسوا الفات وافتحوا صفحات جديدة. تفتكروا عم مبارك حيعاملنا كيف تاني؟